الفن لو ما قدمش مشاكل الناس وهمومها ما يبقاش فن. كنت تعرف ان في قوانين اجتماعية وشخصية كتيرة اتغيرت بسبب افلام السينما؟ الفن رسالة هادفة بتعبر عن هموم وقضايا الناس وبيعكس الواقع، وقدر يساعد في تغيير قوانين كتيرة كانت مظلومة بسببها فئات كتيرة من الناس. الشخص الغلطان مش من حق المجتمع يعدمه وياخد منه أي حق من حقوقه. دي كانت فكرة فريد شوقي وهو بيقدم فيلم جعلوني مجرما، اللي كان بيعبر عن حق المساجين في إنهم ياخدوا فرصة جديدة في المجتمع. وقصة الفيلم حقيقية لشاب خرج من الإصلاحية وواجهته ظروف قاسية وصلت بيه في النهاية إنه يقتل عمه ويتحول بسبب المجتمع لمجرم حقيقي. وبعد عرض الفيلم صدر قانون بينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية عشان يقدر يبدأ المخطئ حياة جديدة. انت اللي عملت مني مجرم. انا جاي النهاردة علشان اقول لك كلمة واحدة هرد بيها على كل اللي عملته فيا. أنا بطلب حقي في حياتي اللي وقفت 20 سنة، حقي إني أعيش حرة بعيد عن إنسان كرهته. دي كانت الجملة اللي قالتها فاتن حمامة في المشهد الأخير من فيلم أريد حلا اللي لعبت بطولته هي ورشدي أباظة. وحاول الفيلم معالجة معاناة الست المصرية مع قانون الأحوال الشخصية. لعبت فاتن دور درية اللي بتستحيل الحياة مع جوزها، لكن لما بتطلب الطلاق بيرفض، وبتبدأ في رحلة مع المحاكم بتستمر 4 سنين بيتهدر فيها كرامتها وحقها، وبتخسر القضية بعد ما جوزها جاب شهود زور يشهدوا عليها في جلسة سرية. 20 سنة أديت فيهم واجبي كزوجة وكأم بمنتهى الأمانة، وأخذت فيهم إحساسي كإنسانة لها كرامة لحد ما وصلت سن اليأس زي ما بيقول الأستاذ مدحت. أنا دلوقتي مش بطلب غير حقي في إني أبتدي حياتي اللي وقفت 20 سنة، حقي في إني أعيش حرة وبعيدة عن إنسان كرهته وعشت معاه بالكره 20 سنة اتغيرت خلالها كل شيء في المجتمع، وأنا كل اللي بطلبه إني أكون جزء من هذا التغيير. تؤجل لجلسة 5/11 لنطق الحكم. بس قصة الفيلم موقفتش عند المشهد الأخير، لكن كان بداية نضال ومقاومة حركات نسائية كتيرة إنها تطالب بتعديلات في القوانين، لأن القانون كان بينص على حق الزوجة في رفع قضية في حالات معينة زي جنون الزوج أو عجزه، بس في حالات كتيرة تستحق النظر فيها غير الشرطين دول. والمطالب وصلت لرئيس الجمهورية وقتها أنور السادات، اللي أصدر تعديلات في قوانين الأحوال الشخصية اللي اتسمى وقتها بقانون جيهان نسبة للسيدة جيهان السادات، اللي ضغطت على أنور السادات وتعاطفت بشدة مع السيدات اللي بتعاني من القوانين دي. الشقة دي حقي أنا وبنتي، أنا حاضنة. قدم فيلم الشقة من حق الزوجة مشكلة مهمة جدا، وهي إيه وضع الشقة بعد الطلاق، خصوصا لو كان الزوج أو الزوجة ما عندوش بديل سكن، وخاصة إن القانون بينص على الزوجة حق الشقة طول فترة الحضانة اللي بتوصل لأكتر من 15 سنة. قدم اتحاد نساء مصر بطلب توصيات للجنة القانونية تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، ونجح الفيلم في إنه يضيف بند مهم في عقد الزواج بتحديد مين اللي ليه الحق في الانتفاع بمنزل الزوجية في حالة الطلاق. رحمة ولا عدي رحمة مولد والصحبة جاي أجي من هنا أروح هنا وهنا. فيلم بيناقش أزمة أكبر من التحرش، السكوت. دي كانت جملة كتبها أحد الصحفيين عن فيلم 6/7/8 اللي بيناقش مشكلة التحرش اللي انتشرت بشدة خلال السنين اللي فاتت بشكل بيناقض أخلاقنا وقيمنا وديننا. الفيلم اللي اتقال عليه إنه بيسيء لصورة مصر، لكن الحقيقة إنه نقل الواقع للدراما وقدم لنا سيناريو مبني على أحداث حقيقية، لأن مفيش أثر أكبر من تقديم قصص تحرش حصلت وشفناها وتابعنا أخبارها في وسائل الإعلام علشان نستخدمها في سياق درامي. فيلم 6/7/8 عمل ضجة كبيرة قبل عرضه وبعد عرضه من خلال صدور قانون بيغلظ عقوبة المتحرش عشان توصل ل3 سنين. ما تركبي اتوبيسات يا اختي زي كل الناس. تقوم انت بسلامتك تروحي تركبي لي تاكسيات بالفلوس اللي احنا موفرينها. هركب اتوبيسات. كل يوم بيحصل لي زفت.
السينما المصرية قدمت أعمال فنية مهمة ساهمت في تحسين أحوال المجتمع وتغييره للأفضل، وهتفضل دايما السينما المصرية رائدة وليها سبق في كل الأعمال المختلفة بتاريخها وقيمتها اللي مفيش حاجة أو حد يقدر يقرب منها.